اهلا بيكم في مراجعة جديدة. نفسك تشتري عربية مستعملة بس خايف تتغفل، او خايف تشتريها وبعد كده تكتشف ان هي كانت غرقانة في حادثة او الموتور بيموت وتصرف عليها قد ثمنها مرتين. او ممكن يكون عندك عربية عايز تبيعها بس تعبت من مكالمات اللي كلها فصال اللي ممكن تجيب لك شلل نصفي. انسى بقى كل الصداع ده. النهاردة هنراجع تطبيق هيخليك تشتري او تبيع عربيتك وانت حاطط رجل على رجل ومن غير ما تنزل من بيتك. تطبيق كار سويتش، المنصة اللي قلبت سوق العربيات المستعملة في السعودية والامارات. لو انت عايز تعرف ازاي تضمن حقك لاخر مليم وتكتشف ايه التركات المستخبية في التطبيق ده اللي محدش بيقولها لك، اجهز معايا وانزل باللايك ويلا بينا بسرعة نبدأ مراجعتنا. وما تنساش لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل مراجعات الابليكيشن الجديدة. وفي البداية لازم اقولك ان كار سويتش ده مش مجرد موقع اعلانات مبوبة زي المواقع التقليدية اللي بتدخل تلاقيها فيها صور منغبشة وكلام مشكوك فيه. هو عبارة عن وسيط ذكي ومضمون، والفكرة ببساطة انهم بياخدوا العربية من البايع يفرموها فحص ويعرضوها للمشتري بكل صراحة. يعني دورهم مش مجرد حلقة وصل، دول هم اللي بيديروا العملية كلها من طقطق لسلام عليكم. فلو انت شاري بتدخل تلاقي عربيات مفحوصة جاهزة بتقرير فحص شامل ومفصل تقدر تقراه وانت بتشرب الشاي في الصالون. ولو انت بايع بتريح دماغك، هتريح دماغك من تصوير العربية ونشر الإعلانات ومقابلة الناس، هم بيعملوا كل ده بدالك. وتعالى أقولك على أهم المميزات اللي بيقدمها لك التطبيق ده. أولا، تقرير الفحص من خبراء موثوقين، ودي أهم ميزة هتلاقيها في التطبيق. التطبيق ما بيقبلش يعرض عربية إلا لما ينزل خبير من عنده يفحص العربية في أكتر من 200 نقطة، الموتور والشاسيه والدهان والكهرباء وكل حاجة بتطلع في التقرير ده بالملي وبالصور. يعني مفيش مجال للمفاجآت. تاني ميزة هتحصل عليها مع التطبيق، هما اللي بيبيعوا بدالك. لو انت البايع، خبير كار سويتش بيجيلك لحد عندك يصور العربية بتاعتك، وبيصورها طبعا مش اي صور، صور احترافية، ويرفعها على التطبيق، وهو اللي بيستقبل المكالمات ويفلتر المشترين الجادين. انت بس مهمتك انك توافق على السعر وتستلم فلوسك. تالت ميزة هقولك عليها وهي الشفافية المطلقة اللي موجودة في التطبيق ده. الصور اللي على التطبيق حقيقية 100% وبجودة عالية. مفيش حاجة اسمها العربية فابريكا وتطلع رش حزام. كل خدش او دقة في الصاج بتكون متصورة وواضحة جدا في الاعلان. واخر ميزة هقولك عليها وهي تخليص الاوراق والتمويل. التطبيق مش هيسيبك تحتاس في المرور ونقل الملكية، هو بيساعدك في تخليص الاوراق وكمان بيوفر لك حلول تمويل وقروض لو انت عايز تشتري قسط. يعني هو بيتعاون مع بنوك معتمدة بتسهل لك الموضوع ده. نيجي بقى لفقرة الأسرار والتركات المستخبية جوه التطبيق واللي لازم تاخد بالك منها عشان تكسب صح. وأول تركة وسر هقولك عليه تنبيهات الأسعار. لو انت عينك على عربية معينة بس سعرها غالي عليك شوية الفترة دي، ما تشتريش على طول، اعمل ليها فولو أو متابعة وفعل التنبيهات. التطبيق ذكي جدا، أول ما صاحب العربية هينزل في سعرها عشان مستعجل هيجيلك إشعار فورا. الخدمة دي بتخلي ناس تشتري حاجات بأسعار لقطة ما تتعوضش. تاني تركة وسر هقولك عليه وهو خاص بالضمان. وانت بتدور على العربية استخدم الفلاتر المتقدمة واختار العربيات اللي لسه تحت ضمان الوكيل او اللي كار سويتش بيقدم عليها ضمان ممتد. ده طبعا هيديك راحة بال تانية خالص كأنك شاري زيرو، لأن الضمان معاك ممتد. تالت تركة هقولك عليها خاصة بالفحص. خد بالك إن أحيانا بيكون في عربيات معروضة من أفراد مباشرة، وده بيكون بدون فحص كار سويتش الكامل.
فبتكون في تفاصيل انت مش قادر تعرفها. نصيحتي ليك ركز دايما على العربيات اللي مكتوب عليها مفحوصة من قبل كار سويتش عشان تشتري وانت مطمن. فخدوا بالكم يا جماعة ان سوق المستعمل كان زمان زي البطيخة، يا تطلع حمرا يا تطلع قرعة. بس مع تطبيقات زي كار سويتش الموضوع بقى مبني على علم وفحص وأرقام. التطبيق تقييماته عالية جدا وواخد ثقة آلاف المستخدمين في السعودية والإمارات. لو بتفكر تغير عربيتك أو تشتري، فكر تحمل التطبيق وتستخدمه وقولي في التعليقات، جربت تشتري عربية مستعملة قبل كده واتغشيت فيها ولا طلعت محظوظ؟ ما تنساش اللايك والشير عشان الكل يستفيد، واستناني في فيديو جديد.